إيسومي كان شاب فاشل وحظه داخل عليه شمال طول عمره، لكن حياته اتغيرت لما أشهر بنت في المدرسة شيكاموري بقت صاحبته وتحولت حرفيا للحارس الشخصي بتاعه. بنت مستعدة تحميه من العربيات والطوب واليافط، ولو لازم الأمر تخبيه جنبها تحت السرير لحد ما موجة النحس تعد. في أول يوم من سنته التانية خرج بدري عشان يقابل شيكاموري ويروحوا المدرسة سوا. أمه حذرته ياخد باله من العربيات والطوب، لكنه أول ما خرج اتكعبل في طوبة. بعدها عربية نقل طلعت دخان في وشه، وعصفورة اختارته من وسط الشارع كله عشان تسيب عليه تذكار الصباح. حاول يتفاداها فتعلق في حبل ووقع على الأرض وهو مكمل. ساعد ست كبيرة تعدي الشارع، لكن ده أخره أكتر. ولما وصل أخيرا لقى شيكاموري مستنياه. لاحظت شكله المبهدل وسألته إذا كان النحس بدأ شغله بدري كعادته. طمنها إنه اتعود، وبعدها فكر بصوت عالي إنها كيوت حتى لو كانت ساعات بتجيب له الضغط. سمعته واتغاظت فاعتذر بسرعة. قبل ما يكملوا خطوتين عربية كانت جاية عليهم، لكن شيكاموري شدته بعيد في آخر لحظة. إيسومي اعتذر كعادته لأنه دايما بيورطها، لكنها قربت منه وقالت له يبطل اعتذار وقلق عليها طول الوقت، وهو كالعادة اتلخبط من قربها وفضل شايفها كيوت. لما وصلوا المدرسة لقوا الطلبة متجمعين عند لوحة الفصول الجديدة. إيسومي اتوتر من فكرة إنهم يطلعوا في فصلين مختلفين، وبدأ يدعي لحكام الأنمي إنهم يفضلوا سوا. شيكاموري أحمر وشها وقالت له إنها حتى لو راحت فصل تاني هتيجي تزوره. قربوا يدوروا على أساميهم. إيسومي كان شايف اللوحة بجودة عالية، لكن شيكاموري من غير نظارتها كانت شايفاها كأنها فيديو متصور بآلة حاسبة. في الآخر لقوا إنهم في نفس الفصل وفرحوا قبل ما يقابلوا باقي أصحابهم. جوه الفصل مساحة سبورة طارت ناحية دماغ إيسومي، لكن شيكاموري خبطتها بعيد فوقعت على دماغها هي. لما قرب ينفض التراب من شعرها اتكسفت ومشيت بسرعة. بعدها زمايله بدأوا يتريقوا على نحسه وقالوا له ياخد باله عشان ما يجرش شيكاموري وراه في المصايب. هي سمعتهم من ورا الباب ودخلت طلبت من إيسومي يروح معاها المكتبة، لكن قبل ما تخرج بصتلهم بصة خلتهم يراجعوا كل قرارات حياتهم. في الطريق قالت له ما يقلقش من كلامهم، لكنه أصلا ما كانش فاهم هي بتتكلم عن إيه. أما هو فكان بيفكر إن صاحبته جميلة قوي وإنه مش عايز يحصلها أي أذى بسبب. بعد المدرسة صاحبه إينوزوكا اقترح إنهم يخرجوا سوا. راحوا يقولوا لشيكاموري وأصحابها واكتشفوا إنهم كانوا بيفكروا في نفس الحاجة، فقرروا كلهم يروحوا يلعبوا بولينج. اتفقوا إن أقل واحد في السكور يعزم صاحب أعلى نتيجة. شيكاموري قالت إنها لعبت مرتين أو 3 بس، وإيسومي قال إنه مبتدئ هو كمان. إينوزوكا بدأ ووقع 7 بنات، وبعده واحد من أصحابهم وقع 5. هاجيميتسو رمت الكورة بالعافية لأنها تقيلة عليها، لكن بالحظ وقعت ال10 كلهم. إيسومي اتحمس وقال لنفسه إنه لازم يعمل زيها، لكنه في رميتين وقع بنا واحد، فأصحابه انفجروا ضحك. جه دور شيكاموري وتوترت من فكرة إنها تغلط قدام إيسومي، لكنه شجعها فتحولت فجأة لمحترفة ووقعت ال10 في كل رمياتها لحد ما جابت أعلى سكور. فرحت وعملت هاي فايف مع أصحابها، بينما الباقيين كانوا بيتفرجوا بحقد رياضي محترم. بعد ما خلصوا إيسومي سألها عايزة إيه كجايزة، قالت له إنها مش عايزة غير إنها تمشي معاه للبيت. في الطريق هو طير جريدة ناحية وشه، لكن شيكاموري مسكتها من غير حتى ما تبص. إيسومي رجع يعتذر، لكنها فكرته إنه لازم يبطل. قالت له إنها خلاص اتعودت على نحسه، لكنه اعترف إنه بيتضايق من إحساسه بالعجز وهي دايما بتحميه. سألته إذا كان كلام زمايله ضايقه، قال إنهم يمكن عندهم حق وإنه فعلا عديم الفايدة ليها. في اللحظة دي يافطة وقعت من فوق مبنى ناحية دماغه، لكن شيكاموري طرتلها بركلة جنونية ورجعتها من حيث أتت. مسكت إيده وقالت له إن كل المطلوب منه إنه يفضل جنبها وهي هتفضل تحميه مهما الناس قال. إيسومي اتأثر جدا، بينما هي استوعبت إنها قالت كلام شبه الاعتراف العاطفي فاتكسف. بعد كام يوم جه يوم بطولة الألعاب الكروية. الولاد هيلعبوا كرة قدم والبنات كرة طايرة. إيسومي وإينوزوكا كانوا متحمسين رغم إن الكل كان خايف إيسومي يدخل الملعب ويحول البطولة لتقرير حوادث. شيكاموري دخلت تسأله ماتش الكورة إمتى، وإيسومي كان مركز مع تسريحة شعرها وشايفها كيوت، بينما إينوزوكا قال إن الشعر ممكن يعطلها أثناء اللعب. إيسومي خرج يدور على الجدول رغم إنه كان متعلق على السبورة من البداية، واكتشف إن ماتشه وماتش شيكاموري في نفس الوقت تقريبا، وبالتالي مش هيعرفوا يشجعوا بعض. شيكاموري زعلت لأن الخصم عنده لعبة قوية جدا اسمها كاميا. إيسومي مسك إيدها وقالها إنه حتى لو بعيد عنها هيفضل يشجعها، فاحمر وشها. بدأ ماتش الكورة وإيسومي لاعب كأنه لابس جزمتين مش بتوعه، وقع من أول دقيقة وشيكاموري كانت بتتفرج وقلقانة عليه. حاولت تشجعه كأنها بتعمل تعويذة سحرية، وجاتله فرصة يجيب جون. Wait for it. Here it comes.
Almost there. بعدها وهو بيقوم كورة طارت على دماغه. شيكاموري صرخت تحذره لكن فات الأوان وتخبط وأغمي عليه. في العيادة فضلت شيكاموري جنبه، سألها إذا كانت هتفوت ماتشها لكنها قالت إن لسه عندها وقت. قعدت تلعب في شعره ولاحظت ندبة فوق حجبه. إيسومي حكالها إن جسمه مليان إصابات قديمة بسبب نحسه لدرجة إن مفيش منطقة سلمت منه، وحتى كرامته الشخصية أخدت نصيبها من الحوادث. شيكاموري قالت إنها ما بقتش تستغرب أي حاجة منه وطلبت منه يفضل جنبها عشان هي دايما بتقلق عليه. إيسومي حس للحظة إنه هو الأميرة المحتاجة إنقاذ وقالها إنه يقدر يحميها هو كمان. شيكاموري رجعت قربت منه وسألته إذا كان متأكد، وقعدت فوق السرير تهزره إنها ممكن تستخبى معاه تحت الملاية وتعمل نفسها مش موجودة لحد ما الماتش يخلص. إيسومي أحمر وشه وفكرها بالمباراة فقالت له إنها بتهزر وهرب، لكن أول ما خرجت فضلت تسأل نفسها هي كانت بتقول إيه أصلاً. بدأ ماتش الكرة الطائرة وفريق شيكاموري كان بيتبهدل بسبب كاميا نجمة الفريق المنافس. في الناحية التانية إيسومي رجع ملعب الكرة بعد ما فريقه خسر ولقى إنوزوكا بيعيط على الهزيمة، فقرروا يروحوا يشجعوا البنات. لما وصلوا لقوا فصلهم خسران ومعنوياتهم في الأرض، والمفروض يشجعهم واحد واقف كأنه جاي يتفرج على الحيطان. أول ما إيسومي شاف شيكاموري نادى عليها بأعلى صوته. تشجيعه خلاها تستعيد تركيزها وتحولت فجأة لوضع الوحش الرياضي. بدأت تقلب الماتش وفريقها عادل النتيجة وبعدها كسب. إيسومي لاحظ كاميا واتصدم، ولما إنوزوكا سأله إذا كان يعرفها قاله أيوه. بعد الفوز جرى يهني شيكاموري بينما كاميا فضلت تبص عليهم من بعيد قبل ما تمشي. رجعوا الفصل والكل احتفل بشيكاموري. إيسومي هناها وقالها إنه معجب بلياقتها، خصوصاً إنه خرج من ماتشه على نقالة تقريبة، لكنها قالت له إنه حاول بكل قوته وإنه بيبقى كيوت وهو بيحاول، فاحمر وشه. بعدها مجموعة بنات دخلوا يطلبوا صور وأوتوغرافات من شيكاموري، وساعتها إيسومي فهم إن صاحبته بقت نجمة المدرسة. الموضوع استمر كام يوم والبنات فضلوا يتجمعوا حواليها، فإيسومي بدأ يحس إنها بتبعد عنه. اشتكى لإنوزوكا لكن فجأة كورة طارت ناحيته، إنوزوكا زقه بعيد واتخبط مكان. إيسومي اتضايق لأنه جر صاحبه لنحسه وبدأ يهتم بإصابته، لكن شيكاموري شافتهم من بعيد وفهمت المشهد غلط وبدأت تغير من إنوزوكا كأنه خطف منها صاحبها. بعد المدرسة إيسومي كان حاسس بالذنب، خصوصا إن الحوادث استمرت لحد ما إنوزوكا رجع البيت وإيده مكسور، لكن يوم النحس ما كانش خلص. وهو طالع السلم رجله اتزحلقت وكان على وشك يقع. قبل ما إيسومي يقع من على السلم شيكاموري ظهرت وأنقذته كعادتها. سألته ليه رجع لوحده، فقال إنه بما إنها بقت نجمة المدرسة ما كانش عايز يبقى عبء عليها. استغربت كلامه وقلت له إنه هو الشخص اللي دايما عايزة تروح معاه، وبعدين غيرت عليه من إنوزوكا لأنه بقى يقضي معاه وقت أكتر، لكنه ابتسم وقالها إنها وحشته، فاستسلمت على طول. بعد كام يوم إنوزوكا إدى إيسومي تذكرتين سينما مش هيقدر يستخدمهم. شيكاموري كانت بتسمع وبتعمل كل إشارات الاستغاثة الممكنة عشان يعزمها من غير ما تطلب. إيسومي فهم أخيرا وسألها فوافقت قبل ما يكمل الجملة. رجع البيت متحمس لكنه افتكر خروجاتهم السابقة اللي كانت عبارة عن مهرجان نحس، مطر، محفظة ضايعة ومصايب متتالية، بينما شيكاموري كانت دايما مبتسمة. فقرر يجهز لكل احتمال وربط محفظته بخيط وحط احتياطات تكفي رحلة استكشافية، لكن الشنطة كانت تقيلة لدرجة إنها وقعته على الأرض. في نفس الوقت شيكاموري كانت بتقلب في مجلة عن إزاي تبقى كيوت وبتجرب لبس مختلف من غير ما يعجبها أي حاجة. أخوها دخل يستفسر عن الدوشة ولما عرف إنها خارجة مع ولد بدأ يحقق معاها، لكنها طردته من الموضوع فسابها وهو بيتمنى لها حظ سعيد. تاني يوم إيسومي خرج من غير الشنطة لأن دراعها اتقطع قبل ما يتحرك أصلا. لما قابل شيكاموري اتفاجئ إنها وصلت قبله وتسمر مكانه من شكلها وكلها إنها كيوت. في القطر سرح في خياله وتصور نفسه بطل أنمي رومانسي. قرب منها بحماس لكنها افتكرت إن حرارته عالية وسألته لو تعبان، فأنكر بسرعة وقال إنه بس متحمس للخروجة. وصلوا السينما وإيسومي طلب منها تختار الفيلم لأنها دايما بتحط رغباته قبلها وهو عايز يعرف ذوقها أكتر. اتكسفت واختارت فجأة فيلم رعب عليه بوستر مرعب. إيسومي اتصدم لكنه وافق وهو متخيل إنها هتخاف وتمسك فيه وساعتها يثبت إنه راجل يعتمد عليه. لكن أول ما الفيلم بدأ هو اللي كان على وشك يعلن حالة الطوارئ وشيكاموري هي اللي مسكت إيده تطمنه.
بعد الفيلم اعتذرت عن الاختيار، لكنه شكرها وقال إن وجودها جنبه خلاه يستحمل. راحوا بعدها مطعم شيك وشيكاموري أعجبتها أكلة غالية. إيسومي قالها إنه محوش مخصوص لليوم ده، لكن لما دور على محفظته اكتشف إنها ضاعت رغم إنه رابطها بخيط. الخيط نفسه اتقطع وكأن النحس جاي مجهز بمقص. خرجوا من المطعم وهو محرج جدا، لكنهم قابلوا أهله بالصدفة. لما عرفوا اللي حصل ما استغربوش، لأنهم عارفين إن ابنهم حظه أسوأ من فريق بيخسر البطولة في آخر دقيقة. فعزموا شيكاموري على العشاء في البيت. أثناء الأكل شوكة طارت ناحية وش إيسومي، لكن شيكاموري صدتها بسرعة. أهله انبهروا وسقفوا لها وقالوا لها إنها مرحب بيها في أي وقت. بعد العشاء ساعدت أم إيسومي في غسيل الأطباق. أمه شكرتها لأنها فضلت جنب ابنها رغم مصايبه، وحكت لها إنه من صغره كان بيتصاب باستمرار، وطلبت منها ما تفقدش صبرها لأن نحسه أكيد هيطولها. شيكاموري رفضت وصفه بالفاشل وقالت إن سوء حظه هو اللي خلاه طيب ومهتم بالناس أكتر من نفسه، وأضافت إنه قوي ومثير للإعجاب وإنها هتفضل تحميه دايما. كلامها خلى أمه تسكت من التأثر. لما إيسومي صحي اتفاجئ إن شيكاموري اندمجت مع عيلته بسرعة، وهو بيوصلها اعتذر لأنه بود الخروجة، لكنها قالت له إنهم ممكن يروحوا فيلم تاني، وسألته المرة الجاية هو بيحب يتفرج على إيه. بعد أسابيع بدأ الأصحاب يخططوا لإجازة الصيف. إيسومي كان بيعاني من الشمس، فشيكاموري جابت له إزازة مياه، وهاتشيميتسو عرضت عليه شمسية. نيكول اقترحت البحر، لكن إيسومي اتضايق لأن الشمس بتحوله لقطعة طماطم وبيفضل قاعد في الظل طول الوقت. إينوزوكا اقترح النهر بدل البحر لأنه أبرد ومناسب للجميع. إيسومي حاول يرفض عشان ميبقاش سبب في تغيير خططهم، لكنهم أكدوا إنهم عايزين مكان الكل يستمتع فيه. هاجيميتسو قالت إن وجود إيسومي جنب النهر مخاطرة تأمينية، لكن شيكاموري قالت إنها هتكون موجودة تحميه. فينيكو بدأت تتريق على رومانسيتها. بعد نزول جدول الامتحانات نيكو خدعتهم وودتهم المول بحجة المذاكرة، ثم كشفت إنهم محتاجين يشتروا لبس مناسب لخروجة النهر. شيكاموري سألت إيسومي إذا كان هيعوم، لكنه افتكر تجاربه الكارثية وقرر يبعد عن المياه. فقالت إنها هي كمان مش محتاجة تشتري حاجة طالما مش هينزل، لكنها لاحظت إيسومي مركز مع بوستر لموديل لابسة لبس صيفي، فغيرت ومشيت فجأة. في الحقيقة راحت تدور على نفس التصميم الموجود في الإعلان. لما نيكو وهازيميتسو لقوها ماسكاه قعدوا يتريقوا عليها كأنها داخلة مسابقة جريئة في مسلسل رخيص. شيكاموري اتكسفت وقالت إن كل الموضوع إن إيسومي كان باصص على الإعلان. الاتنين فهموا فوراً إنها مش بتحب تخسر حتى قدام صورة على الحيطة. نيكو افتكرت أول مرة شافت فيها شيكاموري قبل ما يبقوا صحاب. كانت منبهرة بجمالها وعايزة تقرب منها، وجات الفرصة لما لعبوا ضد بعض في ماتش كرة سلة والمنافسة بينهم خلتهم يبقوا أصحاب. رجعوا للحاضر ونيكو أصرت تساعد شيكاموري تختار حاجة مناسبة. في الوقت نفسه إيسومي وإينوزوكا كانوا بيذاكروا في الكافيه. لما رجعت البنات كان وش شيكاموري أحمر جدا. إيسومي سألها إذا كانت اشترت حاجة فأنكرت بطريقة فضحتها أكتر. بعد الامتحانات إيسومي رجع مع شيكاموري وهو منهار لأن كل أدواته اتكسرت أثناء الامتحان في نفس اللحظة، وهي بتحاول تواسيه. كلب عشوائي قرر ينبح عليه هو بالذات عشان يومه يكتمل. بالليل كان مدفون في المخدة بيحاسب نفسه على كل قرارات حياته، لحد ما شيكاموري اتصلت بيه لأنها عارفة إنه لسه زعلان. قالت له إنها بس كانت عايزة تسمع صوته فتحسن مزاجه فوراً. راح عند الشباك وطلب منها تبص على النجمة القطبية. سألته إذا كان بيحب النجوم، فقال إن أبوه كان بياخده يتفرج عليها وهو صغير، لكن في كل مرة كانت الدنيا تمطر بسبب نحسه، فعمره ما شاف السماء بوضوح. شيكاموري وعدته إنها هتاخده مكان يشوف منه سما مليانة نجوم، لكنه قال إنه هو اللي عايز ياخدها مكان تختاره، لأنه عايز يشوفها مبسوطة زي ما هي دايما بتحاول تساعده. لما قالت إنها مش عارفة تختار مكان، افتكر للحظة إنها مش عايزة تخرج معاه، لكنها أوضحت إن المكان مش مهم بالنسبة لها، لأنها عايزة تروح أي مكان هو موجود فيه، وأكبر متعة عندها إنها تشوفه مبسوط. إيسومي اتأثر وبدأ يعيط، بينما شيكاموري قالت له ينام بقى قبل ما المكالمة تتحول لمسلسل تركي من 100 حلقة. إيسومي قال لشيكاموري إنه حس أحسن بعد ما كلمها، وإنه كان نفسه يشوفها وقتها. هي احمر وشها وقفلت بسرعة قبل ما تتلخبط، وبعدها نامت وهي مبسوطة وبتتمنى تشوفه هي كمان. بعد أسبوع الامتحانات خلصت والشلة راحت رحلة للنهر. أول ما وصلوا بدأوا يجهزوا الأكل. إينوزوكا حاول يقطع البصل بثقة شيف عالمي، لكنه كان على وشك يحول الرحلة لفيلم رعب، فقعدوه بعيد عن السكاكين. لما إيسومي مسك السكينة الكل اتوتر، لكنه فاجأهم وقطع البصل باحتراف لأنه متعود يساعد أمه في المطبخ. شيكاموري انبهرت، وإينوزوكا هزر إن مهاراته دي ممكن تخلي البنات تتخانق عليه، لكن شيكاموري سكته بنظرة واحدة.
شيكاموري كانت مجهزة طبق مخصوص لإيسومي. أول ما داقه حس إن روحه بتطلع، ولما هي ضاقت وقعت جنبه واكتشفت إنها كارثة في الطبخ. رغم كده إيسومي كمل أكل وقال إنه هيخلصه لأنها عملته عشانه. اتأثرت ووعدته إنها هتتعلم الطبخ. بعدها إيسومي عمل سامورز ممتاز والكل انبهر. همس لشيكاموري إنه عمله مخصوص عشان تدوقه، فأكلته بحماس وقالت إنها ممكن تعيش عليه كل يوم. قبل ما ينزلوا النهر طلبت منه يعملوا لها تاني في خروجة خاصة. شيكاموري كانت مكسوفة من لبس السباحة الجديد، لكن قبل ما توريه لإيسومي لاحظ بنت صغيرة الطيار بيسحبها. إيسومي نزل بسرعة وأنقذها، لكن شد عضلي ضرب رجله فبدأ هو نفسه يغرق. لما الشلة اكتشفت اختفائه شيكاموري نزلت وراه فورا وسحبته للشط. زعقت له لأنه متصرفش بحذر، لكنه اعتذر بطريقته الهادية فما قدرتش تكمل خناق. البنت وأمها شكروا إيسومي والبنت بس خده، فشيكاموري غيرت فورا قبل ما الباقيين يفكروها إنها طفلة صغيرة. بعدها رجعوا يلعبوا ويصطادوا السمك. إيسومي شاف لبس شيكاموري الجديد واتلخبط، لكنه مدحها وهي بصت له بنظرة خلته ينسى اسمه. عدوا بعدها على محل آيس كريم. شيكاموري عرضت عليه يدوق من بتاعها، ولما جه دورها تدوق من إينوزوكا ظهر فجأة وقضم الكون كله. شيكاموري انتقمت وأخدت قضمة ضخمة من بتاعه وبدأوا يتخانقوا، بينما إيسومي واقف من غير آيس كريم ولا قرار. في القطر الكل نام واحد ورا التاني. شيكاموري نامت على كتف إيسومي وهو فضل يفكر إن رغم نحسه عنده أصحاب رائعين وصحبة كأنها درع حماية ماشي على رجليه. لما نام هو كمان وسند راسه على إينوزوكا شيكاموري صحيت وشدته بهدوء ناحية كتفها وفضلت تراقبه وهو نايم. بعد الرحلة إيسومي جاله حرق شمس وسخونية. شيكاموري اتصلت تطمن عليه، وفي الوقت ده شاف إعلان مهرجان ألعاب نارية فعزمها تروح معاه وهي وافقت فورا. يوم المهرجان أهله ساعدوه يلبس اليوكاتا. أمه قعدت تفتكر أيام شبابها، ولما عرف أبوه إن شيكاموري عمرها ما شافت ألعاب نارية قال لإيسومي على مكان مشاهدة سري بعيد عن الزحف. في بيت شيكاموري كانت بتعاني عشان تلبس الكيمونو. أخوها دخل وساعدها، وبعد ما خلص قالها إنها شكلها وحش وهرب رغم إنها كانت طالعة في أحسن شكل. إيسومي وصل بدري ومعاه أكتر من محفظة، موزع فلوسه بينهم عشان النحس ميقدرش يهزمه مرة واحدة. لما شيكاموري ظهرت الاتنين اتجمدوا من شكل بعض وما بقوش عارفين يقولوا كلمتين على بعض. لفوا في المهرجان وإيسومي جاب غزل بنات، لكنه اكتشف إن شيكاموري مش بتحب الحلويات. هي قالت له إنها بدأت تحبها بسببه، وخصوصا بعد السامورز اللي عمله. بعدها وقفوا عند لعبة رماية. إيسومي حاول يبهرها لكنه ضيع كل الطلقات. صاحب الكشك استهان بشيكاموري، لكنها مسكت البندقية وضربت كل الأهداف بدقة، وبعدها ادت الجايزة لإيسومي كتذكار فاحمر وشه. قابلوا باقي أصحابهم وقرروا يلعبوا صيد السمك. إينوزوكا كسب بسهولة، بينما شبكة إيسومي غرقت لوحدها. شيكاموري دخلت تنتقم له، لكنها خسرت هي كمان لأن اللعبة محتاجة صبر أكتر من القوة. لما قرب عرض الألعاب النارية وهم ماشيين حذائها اتقطع وظهرت فقاقيع في رجليها فبقت مش قادرة تكمل. إيسومي قال إن خطة المكان السري خلاص صعب تنفيذها، لكنها أصرت تعرفها. حكى لها إن أبوه وصف له مكان هادي بمنظر ممتاز، واللي طلع إن أهله كانوا بيروحوه في مواعيدهم القديمة. شيكاموري قالت إنهم ممكن يأجلوا للسنة الجاية، لكن إيسومي وطى وطلب منها تركب على ظهره. شالها رغم صعوبة الطريق، والألعاب النارية بدأت تنور السما وهما ماشيين. عند السلم الطويل شيكاموري قلقت إنها تقيلة عليه، لكنه كمل وقال إنه بيتعب نفسه لأنه عايز يشوف ابتسامتها الحقيقية. وصلوا أخيرا وقعدوا بيتفرجوا على العرض. شيكاموري اعتذرت وخافت إنه ميشوفهاش كيوت بعد الموقف ده، لكنه قالها إنها هتفضل كيوت في نظره مهما حصل. هو كمان اعترف إنه كان خايف تفتكره ممل وعشان كده معزمهاش السنة اللي فاتت. شيكاموري قالت إنها كانت مستنية دعوته، لكن المهم إنهم أخيرا هناك مع بعض، وشكرته إنه خلى الليلة مميزة. بعد انتهاء العرض شالها تاني عشان ينزله، وكالعادة رجله اتزحلقت، لكن أبوه ظهر في آخر لحظة وأنقذه. أمه كانت واقفة معاه ومبسوطة، واتضح إنهم كانوا بيراقبوا الموعد كله من بعيد زي لجنة تحكيم رومانسية. أكاسادا شال إيسومي وشيكاموري وهما شكروه على مكان الميعاد الأسطوري. بعد أسابيع بدأ الترم الجديد والمدرسة استعدت للمهرجان الثقافي. إيسومي كان في مجموعة تصميم الأزياء، وشيكاموري في تجهيز المسرح. لما شافها بتضحك مع شباب مجموعتها غير وافتكر إنها مبسوطة من غيره، لكن أول ما هو كمان بدأ يهزر مع البنات شيكاموري غلت من الغيرة وبصت لإينوزوكا بصة خلته يراجع ذنوبه رغم إنه ما عملش حاجة. في أول يوم للمهرجان إيسومي أخد كارت عليه رقم ضمن لعبة أرقام الأزواج.
بعدها لبس زي أسد، كان فاكر نفسه بيه مهيب، لكن أصحابه قالوا له إنه أقرب لمخلوق طالع من كهف. شيكاموري ظهرت بفستانها وهي متوترة، فمدحها وقالها إنها شبه أميرة محاربة، وهي بدورها جملت زيه الاقتصادي. أثناء الشغل إيسومي اتكعبل في منديل وهو شايل ترابيزة، لكن شيكاموري أنقذته بسرعة، والمشهد تحول لعرض كوميدي قدام الزوار. في اليوم التاني اتكلف إيسومي يشتغل 3 ساعات في المكتبة، واتصدم إن شريكته هي كاميا نجمة الكرة الطائرة. كان يعرفها من لجنة المكتبة السنة اللي فاتت. لما دخل أول مرة متوتر لدرجة إنه خبط راسه في المكتب، لكنها ساعدته يتعلم الشغل، ومع الوقت بقوا مرتاحين في الكلام. وهم بيرصوا الكتب، كاميا قالت له إنه اتغير عن السنة اللي فاتت، خصوصا بعد ما بقى عنده صحبة. ولما عرف إن نيكو هي اللي قالت لها، لاحظ إنها بتتكلم أكتر من المعتاد. سألته إزاي ارتبط بشيكاموري، ولما اتأخر في الرد قربت منه وقالت إنها مهتمة بالموضوع. إيسومي اتوتر للحظة وافتكر إنها يمكن تكون معجبة بشيكاموري نفسها. في الناحية التانية شيكاموري اكتشفت إن رقمها مش مطابق لرقم إيسومي، فاتضايقت. نيكو وهاشيميتسو شرحوا إن أصحاب الأرقام المتطابقة بيتصوروا سوا، وكأن القدر اختارهم لبعض، وهي نفس اللعبة اللي قربت شيكاموري وإيسومي السنة اللي فاتت. عشان كده قررت تدور على صاحب الرقم المطابق له وتبدل معاه. إيسومي حكى لكاميا إن السنة اللي فاتت رقمه كان مطابق لرقم شيكاموري. هي كانت مكسوفة تطلب صورة، فاقترح يتمشوا، ولما وصلوا كشك التصوير طلبت هي الصورة مباشرة. لكن إيسومي اكتشف إنه ضيع الكارت. رغم اقتناعه إن أي حاجة يضيعها بتنتقل لبعد تاني، شيكاموري أصرت يدوروا عليه. وبعد ساعتين من البحث رئيس اللجنة رق لحالهم وكتب له كارت بديل، فتصوروا سوا. بعدها جمع شجاعته وطلب منها يخرجوا، ومن هنا بدأت علاقته. كاميا قالت إن دي أجمل قصة رومانسية سمعتها، لكن اتضح إن الرقم المطابق لإيسومي السنة دي كان معاها هي. الحقيقة إن كاميا كانت بتحبه من زمان. وسط كل الناس اللي كانوا شايفينها نجمة كاملة، هو الوحيد اللي عاملها كشخص عادي، لكنها فضلت تراقبه من بعيد. ولما كانت مستعدة تفهم مشاعرها، شيكاموري سبقتها وكسبت قلب. بعدها كاميا سألت إيسومي عن فيلم رومانسي جديد، ولما قال إنه مش شافهوش ردت بمرارة إن الناس اللي بتحلم بالحب المفاجئ بتكتشف أحيانا إن الأحلام مش دايما بتتحقق. في اللحظة دي نيكو دخلت وطلبت من كاميا تخرج. شيكاموري كانت مستنياها وطلبت تبدل معاها رقم الشريك، لأنها عرفت إن رقم كاميا مطابق لإيسومي. رغم إن الطلب وجعها، كاميا سلمته من غير اعتراض. لما إيسومي خرج وشاف شيكاموري، كاميا قالت له يقدر يسيب الشفت ويروح معاها، لكنه رفض يسيبها تشتغل لوحدها. كاميا احمر وشها، وشيكاموري لاحظت فورا مشاعرها. فضلت شيكاموري ونيكو في المكتبة لحد ما الشيفت خلص، وشيكاموري كانت تراقب لغة جسد كاميا كل ما قرب منها إيسومي. بعد الشغل رجعت كاميا فصلها وسط هتافات المعجبين وطوابير الصور، لكن عقلها كان متعلق باللحظات الهادية مع إيسومي. خرجت للسطح عشان تهدى، وهناك فكرت إن شيكاموري شجاعة لأنها قدرت تعترف بمشاعرها، عكسها هي. شيكاموري ظهرت فجأة ورجعت لها رقم الشريك واعترفت إنها فهمت مشاعرها ناحية إيسومي. كاميا افتكرت موقف من السنة اللي فاتت لما رف كتب وقع بسبب نحسه، وبينما بينظفه قال لها إنها شخص كويس. الجملة لمستها لأن محدش قبل كده كان بيشوفها بالشكل البسيط والصادق ده. قالت لشيكاموري إنها مش ناوية تعترف، وإن أجمل أيامها كانت لما تسيب الفصل وتقابله في المكتبة، لأنه كان الوحيد اللي شايف حقيقتها مش صورتها المثالية. بدأت تعيط واعتبرت مشاعرها غلط، ووعدت إنها مش هتقرب من إيسومي تاني. لكن شيكاموري قطعت كارت الرقم وحضنتها، وقالت إن صاحبة قلب طيب زيها مش لازم تكسف من مشاعرها. كاميا انهارت في حضنها، وبعد ما هديت طلبت منها ترجع لإيسومي. وهي بتشوفها ماشية تقبلت إنها الأميرة اللي مخدتش الأمير، لكنها كانت سعيدة بصدق إن شخص طيب زي شيكاموري هو اللي واقف جنب. تاني يوم إيسومي كان بيدور على هدية لعيد ميلاد شيكاموري، واللي صادف ذكرى مرور سنة على علاقتهم. صاحب المحل اقترح لعبة، لكنه كان عايز حاجة أميز. بعد انتهاء المهرجان هاجيميتسو طلبت من شيكاموري توريهم صورة أرقام الأزواج، لكنها قالت إنها ضاعتها. الحقيقة إنها كانت مخبية اللي حصل مع كاميا، فطنشت استغرابهم. بالليل إيسومي عزمها في الحديقة واداها علبة صغيرة، فتحتها ولقت عقد على شكل قلب، عرض يلبسهولها بنفسه. فواضح إن دفاعاتها العاطفية أعلنت الاستسلام. وعدها إنهم يفضلوا مع بعض دايما، لكنها قالت له إنها خايفة الناس تبدأ تشوفه زي ما هي شايفاه، وساعتها يبعد عنها، وطلبت منه عمره ما يتغير. إيسومي رد إنه فعلا اتغير، لكنها هي اللي غيرته للأحسن، وطلب منها تثق فيه أكتر. شيكاموري عيطت من الفرحة وقالت إن حتى لو كل بنات المدرسة جروا وراه هي مش هتسيب. قبل ما يمشوا فكت شعرها وسألته عن رأيه،
فوقف مبهور وما بقاش عارف يرد. بعد كام يوم إينوزوكا وصل المدرسة وقابل نيكو اللي كانت في حالة طوارئ بعد ما عرفت إن إيسومي عيان. إينوزوكا طمن نيكو إنه عارف إن إيسومي عيان وإنه طلب منه ياخد له الملاحظات. وقتها شيكاموري ظهرت متضايقة لأنه ما كلمهاش هي. إينوزوكا يفتكر إنها بتعتبره منافس، لكن البنات قالوا له إنها عمرها ما غيرت من حد قرب من إيسومي غيره هو. بعد المدرسة طلبت تروح معاهم لبيت إيسومي، وفي الطريق وقفوا عند بقالة عشان تجيب له دواء وحلوى. شيكاموري طلبت مساعدة إينوزوكا وبالصدفة نادته يا أخويا. الاتنين اتجمدوا لحظة وهي هربت للكاشير من الكسوف. بعدها ادته بونبون عنب لأنها عارفة إنه بيحبه. هاتشيميتسو اللي كانت ماشية وراهم فهمت السر. شيكاموري بتعامله ببرود لأنه بيفكرها بأخوها الكبير. إينوزوكا اتبسط بالفكرة، ولما هاتشيميتسو طلبت من البونبون رفض وقال إن دي هدية من أخت صغيرة عايزة أخوها يهتم بيها. شيكاموري بصت لهم بصة موت فاعتذروا فور. بعد كام يوم شيكاموري ونيكو قابلوا كاميا في المول. نيكو عزمتها تخرج معاهم والمفاجأة إنها وافقت. لعبوا، اتفرجوا على الجراوي، وخدوا صور كتير. عند ماكينة المخالب كاميا فشلت فشيكاموري دخلت وكسبت كمية سناكس كبيرة وادتها لها. كاميا اتفاجئت ووعدتها ترد الجميل. نيكو لاحظت إن كاميا أخيرا بتضحك من قلبها بعد ما كانت دايما بترفض الخروج معاها. بعدها وقفوا عند ملعب كرة سلة، لكن شابين مستفزين طلبوا منهم يمشوا وبعدين تحدوهم وترقوا عليهم. شيكاموري وكاميا قابلوا التحدي ونيكو بقت الحكم لأنها ما بتعرفش تلعب. الاتنين مسحوا الأرض بالخصوم وفي الآخر اتصالحوا وتصوروا كلهم. قبل ما يمشوا كاميا طلبت تبقى صاحبة شيكاموري وهي وافقت بسعادة. وفي الطريق اعتذرت لنيكو لأنها كانت بترفضها زمان. نيكو قالت لها إنها شخصية كويسة والجملة فكرتها بإيسومي. لما سألتها مين اللي غيرها كاميا قالت إن شخصا معلمها تتمسك بمشاعرها ويمكن تحكي لها عنه يوما ما. نيكو تمنت إنها في المستقبل تبتسم بقلبها مش بوشها بس. مرت شهور والمدرسة بدأت تستعد للمهرجان الرياضي. فصل إيسومي اختار فريق التتابع بالقرعة، وطبعا إيسومي وهاسيميتسو اتختاروا رغم دعواتهم المستمرة للنجاة. شيكاموري بدلت مكانها مع طالب عشان تجري جنب إيسومي، وبعدها نيكو وإينوزوكا انضموا طوعيا. شيكاموري كانت مستنية إيسومي ينبهر بتضحيتها لكنه انشغل بمدح إينوزوكا فاشتغلت الغيرة فورا. الفريق عرف من البداية إن أضعف عضوين هما إيسومي وهاسيميتسو. شيكاموري حاولت تحفزهم لكن إينوزوكا سبقها فزاد غيظها. نيكو قالت إنهم حتى لو خسروا المهم يستمتعوا. بدأ التدريب. هاجيميتسو جريت ببطء شديد ولما سلمت العصاية لإيسومي اتكعبل ووقع لكنه قام وكمل. بعد التمرين الاتنين كانوا شبه ناجين من حرب بينما الباقيين لسه عندهم طاقة. بالليل إيسومي طلب من هاجيميتسو يكملوا تدريب لوحدهم لأنهم الأضعف. فضلوا لحد ما وقعوا من التعب. هي اعترفت إنها بتكره الجري لكنها مستعدة تعمل ده عشان أصحابها يبقوا مبسوطين. في يوم المهرجان أول لعبة كانت معركة الفرسان. شيكاموري اتبهرت بمحاولة إيسومي لكن فريقه خسر بسرعة. بعد كده هاكيميتسو دخلت رمي الكور وبفضل تشجيع أصحابها قلبت فجأة لمحترفة وكسبت اللعب. وأخيرا جه سباق التتابع. نيكو بدأت بقوة وخدت الصدارة. بعدها سلمت العصاية لهاكيميتسو لكنها بدأت تبطأ لحد ما نزلوا للمركز الأخير وبعدها وقعت. إيسومي صرخ يشجعها فقامت وكملت وسلمته العصاية. بدأ يجري وهو الأخير لكن جزمته طارت من رجله في نص السباق. فكر يستسلم لكنه افتكر كلام هاجيميتسو وكمل بالجوارب. سلم العصاية لشيكاموري فانطلقت كالصاروخ وعادت معظم المنافسين. بعدها سلمتها لإينوزوكا اللي عرف من نظرتها إنه لو ضيع المجهود ده مش هيرجع بيته سليم. جرى بكل قوته وبالفعل كسب السباق. الكل احتفل وإيسومي حضن شيكاموري وقالها إنها أحلى بنت في الدنيا. هاتشيميتسو كانت بتتفرج عليهم سعيدة إنها محاطة بأصحاب زيهم. بعدها القصة رجعت لسنين فاتت لما كان إيسومي صغير. أمه صحته للمدرسة وأول ما خرج عجلة كانت هتدهسه لكنه تعامل مع الموضوع كأنه حاجة بتحصل كل. في المدرسة الممرضة عالجته وطمنته إنها هتكون موجودة في الرحلة المدرسية الجاية. زمايله سألوه يروح معاهم لكنه تردد لأن حياته كانت نسخة أطفال من فيلم رعب. هم أكدوا إنهم مش خايفين من نحسه لكن أثناء رجوعهم جسم ضخم طار ناحية واحد منهم وكان هيصيبه إصابة خطيرة. وقتها إيسومي فهم إن نحسه مش بيأذيه هو بس لكنه ممكن يعرض اللي حواليه للخطر. بسبب نحسه إيسومي وهو صغير قرر ما يطلعش الرحلة المدرسية وراح المعبد يدعي إن المصايب تبعد عن اللي حواليه. نرجع للحاضر. كان مروح مع شيكاموري وقالها إنه مبسوط بالوقت اللي قضوه سوا واقترح يخرجوا تاني. فكروا في السبا
لكن لما شاف إعلان رومانسي للملاهي غير رأيه، وشيكاموري وافقت بحماس لأنها كانت مستنية فرصة يقربوا فيها من بعض أكتر. قبل الميعاد راحت تتسوق مع أخوها فوجي، لكنها احتارت في اللبس ومشترتش حاجة. بعدين لقت بنتين بيعاكسوا فوجي وهو مش عارف يتصرف، فشدته بعيد وبصة واحدة منها خلتهم يهربوا. فضلت تتريق عليه لأنه احتاج أخته الصغيرة تنقذه. الموقف فكرها بطفولتهم. شيكاموري كانت بتتدرب كاراتيه مع فوجي وبتحاول تقلده في كل حاجة، حتى لما أكل طبخة أمهم المحروقة كملت أكل وراه. لكن في يوم قرر يبطل يروح الدوجو وقالها لازم تختار طريقها بنفسها بدل ما تفضل ماشية وراه أو ورا أي حد. كملت شيكاموري الكاراتيه عشان أصحابها وحمت بنات في المدرسة من شوية متنمرين، ومع السنين بقت قوية لدرجة إنها كسبت بطولة واتأهلت للمستوى القومي. لكنها قررت تبطل بعد ما بدأت تقرأ مانجا رومانسية واكتشفت إنها عايزة تعيش حياة مختلفة وتعرف معنى الحب. غيرت شكلها، لبست عدسات واهتمت بنفسها، وفي أول يوم تناوي قابلت إيسومي وهو بيحاول يرجع ورقة علقت فوق شجرة. طلعت جابتها له رغم خوفه إن نحسه يأذيها. لما تقابلوا تاني شكرها وحكالها عن حظه السيء، وقال إنه سعيد إنه شافها مجددا. كلامه لمسها فسألته عن اسمه، وكانت دي بداية قصتهم. نرجع للحاضر. اعترفت لفوجي إنها مش واثقة في نفسها وعايزة تظهر بأحسن شكل. شافت روج غالي وعجبها لكنها سابته. ليلة الميعاد لقت فوجي اشتراه لها وساب لها ورقة بيتمنى لها حظ سعيد، فعرفت إنه فخور إنها أخيرا بتختار طريقها بنفسها. تاني يوم وصلت الملاهي بشكل خلى إيسومي ينسى الخطة اللي حافظها. أول ما دخلوا خدها لمحل الإكسسوارات وطلب منها تلبس ودان حيوانات. هي رفضت، لكن لما قال إنه نفسه يشوفها بيهم وافقت واختارت بدلها كاب صيد شياطين يناسب هيبتها. ولما سألها عن حلمها قالت إن حلمها اتحقق لما بقى حبيبها. أخيرا ركبوا اللعبة. شيكاموري انبهرت بينما إيسومي نام، ولما الأمير قرب من الأميرة فكرت تقلد المشهد مع إيسومي، لكن موظفة اللعبة ظهرت وقطعت اللحظة. بعدها لفوا على الألعاب كلها بحماس لحد ما اكتشف إيسومي إن حجز المطعم الفخم اتلغى بالخطأ، لكن المطعم عوضهم بترابيزة VIP خلتهم يحسوا إنهم دخلوا اجتماع رجال أعمال بالغلط. أثناء العشاء طلبت شيكاموري منه يبص في عينيها ويقول شايف إيه؟ قال إنه شايف نفسه، ثم صحح كلامه وقال إنه مش شايف غيرها، فانهارت دفاعاتها تمام. بعد العشاء قالت له إنها عايزة تعمل الحاجة اللي كانت في الإعلان. إيسومي وافق من غير ما يفهم ومسك إيدها معتقدا إن ده المطلوب. هي كانت مستنية لحظة رومانسية أكبر، ولما سألها رايحين فين فهمت إنه مش واخد باله واتضايقت، لكنها اقترحت يروحوا مكان هادي يتكلموا فيه. ركبوا مركب ليلية، لكن النور قطع فجأة. نوروا بالموبايلات ومسكوا إيدين بعض. شيكاموري باست إيده وقالت إن اللحظة دي شبه حلم فيه هما والنجوم بس. إيسومي جمع شجاعته وباس خدها وقال إنه بيحبها وعايز يفضل معاها للأبد. النور رجع، لكنها فضلت متعلقة بحضنه ومش عايزة اللحظة تنتهي. تاني يوم إينوزوكا لاحظ إن إيسومي شكله مرتاح بشكل غريب، وفي الناحية التانية نيكو وهاديميتسو حاصروا شيكاموري عشان يعرفوا اللي حصل. توقعوا إنهم أخيراً وصلوا للمرحلة الأسطورية، لكن لما عرفوا إنه باس خدها بس أعلنوا خيبة أملهم في البطل. أما شيكاموري فقالت إنها مبسوطة وإنها عايزة تفتح قلبها لإيسومي أكتر وتقرب منه خطوة بخطوة وتبني معاه علاقة حقيقية للمستقبل. وبكده تنتهي قصة البطل اللي الحظ بيكرهه والبنت اللي قررت تبقى حارسه الشخصي وحبيبته في نفس الوقت.